مساء الخير على كل الناس. ان شاء الله دي دقايق وهنبدا مع بعض اللايف بتاعنا. النهارده لايف مختلف تماما عن مجال التجاره الالكترونيه. اللايف النهارده من القاهره، وهيكون لايف مختلف لاني مش موجود لوحدي في اللايف. اكيد موجود معايا كوتش مجدي وفيه، وما بكلمش خالص تمام. وهيكون موجود معايا شباب كتير جدا، بس هما ايه ورا دلوقتي. دقايق الناس تجمع وهنبدا مع بعض اللايف بتاعنا على طول. احنا اتأخرنا عشان الساعة الرملية بتاعتنا. يلا الناس تجمع. اقوى كيان ده كده كده بنورك. ايه كان بيقول لك اسكت يا كلوب، هناخد افشار جديده. يا جماعه انتوا احلى حاجه ان في كيان الناس ابتدت ان هي تالف قصايد يعني، فدي حاجه لذيذه جدا، ابتكار. انت افضل، يلا بينا. لكل شخص بيتابع كيان وبيتابع كريد اورجانيزيشن وبيتابع مجال التجاره الالكترونيه، ان شاء الله هنبدا مع بعض. بس يعني عايز كل الناس تجمع. اخرنا يمكن شويه مع بعض على اللايف، بالذات اللايف الفيسبوك اللي احنا بنطلعه، اللايف اللي بيبقى مختلف كل فتره كده، اللي ناس كتير على السوشيال بتستناه. اللايف ده لازم نتاخر شويه قبل ما الناس تبدا تجمع. الاول بس في البدايه اعرفكم بنفسي. الناس الاول مره نتقابل معاكم، علي همام، 29 سنه، انا ام دي اوف كريد اورجانيزيشن، مسؤول كل الفرق التسويقيه من اسكندريه لاسوان للوطن العربي. موجوده النهارده عندنا يمكن دول كتير جدا. فرحان بشغلكم وفرحان بكل شغل الناس اللي من كل المحافظات. يمكن متواجد في القاهره، كنت قبلها في المنصوره، وقبلها كنت موجود في دمياط. اشتغلت مع كل الفرق التسويقيه، حاجه هايله جدا جدا. طيب كل شخص بيتابعنا في اللايف ده هو عنده اسئله واستفسارات وعايز يعرف ايه كيان، ايه الارباح اللي بنسمع عنها، ايه مجال التجاره الالكترونيه، ازاي اعرف الحقائق اللي موجوده عن الشغل بشكل كامل، ازاي اعرف فكره المصداقيه اللي بيني وبين الكيان ده. بالذات ان احنا عندنا مفهوم عن المجال الاونلاين، ان مجال الاونلاين حاجه بنشوفها بس حلو. عندنا مشكله، بس اصوات سلبيه يا جماعه مش هتسمعها. عندنا مشكله ان مجال الاونلاين مجال على طول بنقول ان يمكن انت بتتفرج على حاجه، مجال انت يمكن على طول بتتفرج على حاجه بتشتريها كاونلاين، فما بيبقاش عندك الثقه الكامله فيها. الكلام ده يا جماعه مش موجود في شغلنا تماما، لان احنا استخدمنا الاونلاين او مجال التجاره الالكترونيه كوسيله للمكان، مش كتعامل 100%. ودي نقطه مش واصله ناس كتير. يعني انت مش مجرد بتشوف حاجه على المتجر او على الابلكيشن فتشتريها، فانت مش ضامن يجي لك زي اللي موجود في الصوره ولا لا. الموضوع عندنا مختلف تماما. احنا فكره بيزنس مختلفه تماما. احنا فكره ان احنا استخدمنا الاونلاين كوسيله، ودي نقطه مهمه جدا هتعرفها معانا في اللي جاي. وعايزين نشوف ايه حقيقه الدنيا ايه. معانا كوتش مجدي وفيق، هو يعرف نفسه لكل الناس اللي موجودين. حبايبي، مجدي وفيق من دمياط، بشتغل في المجال بقالي 6 سنين. نشكر ربنا عملت منه حاجات حلوه جدا، وباذن ربنا نعمل حاجات احلى واحلى. عملنا فلوس حلوه قوي ال6 سنين اللي فاتوا، وان شاء الله اللي جاي هيبقى زي العسل. زمان كان عندي اسئله حلوه قوي، يعني كانت مضحكه. دلوقتي بالنسبه لي مضحكه، اللي هو ايه الموضوع ده نصب، الموضوع ده غسيل اموال، الموضوع ده مش مضمون، حرام. يعني كنت من النوع اللي هو الشخص السلبي. اتقي ربنا اي حاجه بتعمل فلوس كتير تبقى شمال يا عم، اتقي ربنا بقى. التفكير ده والدماغ ده. فعلى ما اعتقد يعني اي حد اتشرح له فكره البيزنس او بيشوفها من بعيد بيبقى عنده الاسئله دي، بس بتتجاوب بقى، ومع الوقت بتلاقي نفسك بدأت واشتغلت وعملت فلوس، فبعد كده تلاقي نفسك انت اللي بتفهم الناس اللي انت فهمته، وهكذا يعني. فاحنا عايزين نجاوب بقى الناس الحلوه اللي تقريبا لسه اول مره تسمع عن فكره البيزنس. معظم الاسئله اللي بتبقى في معتقدات كده، او اللي في البيئه المحيطه اللي برضو كانت بتقابلني وبتقابل كوتش علي. فان شاء الله اللايف ده هتطلع منه بحجم استفاده كويسه جدا. والمفاجاه ان احنا برضو مش لوحدنا، هتلاقوا فيه شويه شباب زي العسل بدأوا معانا حققوا نجاحات كويسه قوي، فهتاخد كليكات نجاح كده من كل واحد. لا، وكل شخص فيهم يا شباب هو حد مختلف خالص. يعني كلهم فئات عمريه مختلفه، كلهم مش زي بعض، ولا كان اشغالهم واحده. مش كلهم كانوا ليهم علاقه لا بالاونلاين، بل كلهم ما لهمش علاقه بالاونلاين. كل شخص من الناس اللي موجوده مختلف تماما. خلينا نبدا مع بعض كده بقى بشكل سريع، نعرف ايه مجال التجاره الالكترونيه
مجال التجاره هو عموما بيع وشراء زي اي تجاره انت بتشتغلها. مفهوم الناس النهارده ان مجال الاونلاين مختلف عن اللي احنا بنعمله. احب اقول لك ان هي تجاره زي اي تجاره انت بتعملها في حياتك بشكل طبيعي، ولكن التجاره الالكترونيه هي بيع سلعه او خدمه من خلال الانترنت. التجاره التقليديه ان النهارده مثلا انا عندي منتج، عايز المنتج ده ينزل يغطي محافظه معينه، فبحتاج متطلبات اساسيه زي اللي انا ببدا اجيب فروع، والفروع بتحتاج توضيب ومخازن وبضاعه ومصاريف اللي كلنا عارفينها. دي اسمها مصاريف ما قبل البيع. طيب النهارده لو جه شهر عليك العائد ما غطاش المصروف، هيقدم المشروع ده كله ايه؟ هيقفل، صح؟ طيب مجال التجاره الالكترونيه اللي هو لغى الكلام ده كله واستبدله حاجه اسمها موقع الكتروني او متجر الكتروني متحرك، وصلنا لثلاث حاجات. قدر يعمل لك سهوله في التواصل، سرعه في الانتشار، الا في التكلفه. طيب النهارده في ملايين المواقع موجوده زي سوق دوت كوم، زي امازون، زي ايباي، زي كل المواقع اللي موجوده. ازاي الناس بتقدر ان هي توصل لها؟ ودي نقطه مهمه جدا. احنا استخدمنا نوع من اقوى انواع الدعايه، وهي حاجه كده بنعملها في حياتنا من ساعه ما بنصحى لغايه ما بننام، اللي احنا بنجرب شيء فبنبدا نتكلم عن مميزاته، فمن خلال كلامنا بيبدا يحصل مبيعات. زي النهارده مثلا لما طلع موبايلات جديده، في ناس قالت الموبايل ده سعر كويس وامكانياته اعلى من ماركات تانية سعرها بيكون اغلى، صح؟ فابتدت ان يحصل ايه؟ ان في ناس تروح تشتري، وبالتالي مبيعات حصلت كتيره جدا لشركه معينه. الشركه دي في الطبيعي هي بتصرف ملايين في الدعايه والاعلان. النهارده جت شركات كتير قالت لك ايه؟ بتشتغل في مجال التجاره الالكترونيه، ان بدل ما انت بتعمل الكلمه دي ببلاش، لا انت هتعملها بس بمقابل. وهو ده الاتفاق اللي حصل بينك وبين كيان. يعني احنا ربطنا مجال الدعايه الشفويه بمجال التجاره الالكترونيه، عشان كده فكره ان احنا بنتكلم عن السلع والخدمات والبزنس وكل الحاجات اللي موجوده معانا. طيب كيان قالت لك ايه؟ قالت لك انا هوفر لك كل متطلبات اي مشروع. من شويه قلنا عشان نعمل مشروع في شويه متطلبات اساسيه بنحتاجها. اول حاجه محتاج المكان. طب المكان قلنا هو المتجر الالكتروني اللي وصلنا لثلاث الحاجات اللي احنا وصلنا لهم: السهوله في التواصل، سرعه في الانتشار، الا في التكلفه. رقم اثنين، هي وفرت لك كل المنتجات اللي احنا بنشتغل فيها، اللي هي منتجات النيوتريشن، منتجات التغذيه يعني، والملابس برجالي حريمي اطفالي. المهم حطيت لك كل المنتجات دي جوه المتجر بتاعك. وكمان عملت لك ايه؟ خدمه عملاء كامله 24 ساعه موجوده، موظفين شحن، مندوبين، كل الكلام ده. يعني هي وفرت لك كل متطلبات اي مشروع، مش بس كمشروع محدود او صغير ان هو يغطي حته معينه، لا انت تقدر تبيع في اي حته، تقدر تشتغل في اي مكان. الناس موجوده معانا البيزنس من محافظات مختلفه ومن دول مختلفه. طيب خلينا نعرف بقى طريقه الشغل العملي بتتم ازاي. اول حاجه احنا بنشتغل في اليوم من 4 ساعات مثلا ل6 ساعات. جزء منهم بيكون تدريب وتعليم، وجزء تاني بيكون تطبيق على البيزنس. طيب تطبيق ازاي؟ مين بقى اللي بيبدا معانا؟ احنا خلينا نتفق مع بعض، احنا كام مليون؟ 120 مليون. طيب في 35 مليون بيعانوا من نسبة بطالة، و35 مليون بيعملوا دخل. الدخل ده مش بيلبي احتياجاتهم، الى جانب ان في ناس كتير بتبحث عن مشاريع بس ما عندهاش الامكانية ان هي تعمل المشروع ده، صح؟ طيب خلينا متفقين النهارده لو احنا جينا اتكلمنا مع 100 شخص منهم، قلنا لهم يا جماعه في فكره امتلاك متجر الكتروني هتقدر تشتغله، يقدر يحقق لك دخل 20000 جنيه. طيب ازاي؟ هتقول لي 20000 جنيه. هو ده اللي هتعرفه في الجزء اللي جاي من اللايف. لان الفكره ان التجاره بتتبني على فكره مبيعات، كل ما في مبيعات كل ما في ارباح، صح؟ بس نعرف ازاي نوصل للمبيعات الكتيره دي، لان كل شخص فينا هو يومه عباره عن 24 ساعه. فال 24 ساعه هو لو قعد يبيع فيهم، عدد المبيعات اللي هيحققها محدوده، فعدد ارباحه هتكون محدوده. لكن ازاي نوصل لان اليوم بتاعك ب 100 و200 و300 و400؟ هي دي فكره البيزنس، وهي دي فكره التجاره. يعني النهارده في فرق ان انت بتسوق لوحدك، وفي فرق ان انت بتسوق من خلال محل، وفي فرق بين ان انت بقى عندك محلين او 3 او 10 او 20 كلهم بيشتغلوا في نفس الوقت، فبالتالي ارباحك هتتزايد. وهي دي فكره البيزنس بتاعنا بس بطريقه مختلفه. خلينا بقى نبدا مع بعض دلوقتي نعرف الجزء ازاي. النهارده لما تيجي تبدا من خلال كريدت اورجانيزيشن، والكوتش اللي بيبدا معاك تاخد سيستم معين تبدا انك انت تمشي عليه. اول حاجه كده، لو احنا مثلا شرحنا فكره المشروع ده ل 100 شخص من ال 120 مليون، طيب لو قلنا ان نسبه نجاحك في المشروع من نسبه مثلا 5%، فقلنا ان النهارده مثلا بدا معاك من ال 100 شخص دول اكتر 8 اشخاص جادين. طيب النهارده لو انت بادئ بتوكيل كده مسمى عندنا اسمه توكيل البرو، وبدا معاك ال8 دول كبرو، فانت عملت اجمالي ارباح 33000 جنيه. السؤال المهم، هل الموضوع بيتوقف عند فكره ان انا النهارده بعت مثلا لمجدي منتج والعلاقه اللي بيني وبينه بتنتهي؟ اكيد طبعا لا. طيب فاصبح ان العلاقه اللي بيني وبين مجدي هي بتبدا. يعني ايه؟ يعني معنى كده ان دورك انت والكوتش اللي بدات معاه انك انت تنزل تعلم كل واحد من ال8 دول ازاي ياخد نفس الخطوه الايجابيه
اللي انت اخدتها. ودي نقطه مهمه، معنى كده اللي احنا بنعلم الناس حاجه احنا عملناها قبلهم، ومن مصلحتنا ان هم يعملوه. من مصلحتنا ليه؟ لان لما كل واحد من الثمانيه دول يعمل 8 مبيعات، فانت وصلت ل 64 مبيعه في الخطوه دي، انت عملت 220 الف جنيه ارباح. يعني النهارده 8 معاك، لو كل واحد مسك 33 الف جنيه انت عملت 220 الف جنيه. الرقم ده في يوم من الايام كان كبير بالنسبه لي جدا. وكبير مش بس الحاجه، انا ما اعرفش ان في حاجه بتعمل فلوس زي كده، اي حاجه عموما. بدات البيزنس ده في اواخر 2012 في ظل مكان الاونلاين، انا ولا ما كانش بحجم الازدهار بتاع النهارده، وكنت انا ما عنديش حد في عيلتي اشتغل اونلاين ولا حد في اصدقائي كان يشتغل اونلاين. كنا لسه ما عندناش ادراك ان حتى الاونلاين ده بيعمل فلوس. وبعدها بدات البيزنس واتطورت، وابتدى المجال الاونلاين يتطور لغايه ما وصلنا النهارده اللي احنا بنتكلم ان مفيش غير الاونلاين اللي بيعمل فلوس. خلينا نتكلم ان اغنى 5 شخصيات في العالم هم كلهم افكار غير تقليديه، كلهم بداوا بمجالات مختلفه. طيب خلينا بقى نتفق مع بعض هنا ازاي الرقم ده طلع. قبل ما تقول ازاي الرقم ده طلع وازاي امسك في تاني خطوه 220 الف جنيه، لازم نتفق مع بعض عن حاجه. مجال التجاره ومجال البيزنس شيء مربح ولا لا؟ اكيد هو شيء مربح. فكره بقى ازاي شاب صغير او ربة منزل او راجل موظف او اي حد يحقق مجال التجاره دي او مجال البيزنس. لان النهارده عشان توصل لمجال التجاره والبيزنس خلينا متفقين ان الموضوع بقى صعب، محتاج فلوس كتير، وقت طويل، خبره كبيره اللي مش موجوده مع اغلبنا. عشان كده احنا بنبدا في البيزنس ده. ازاي؟ اسال نفسك سؤال قبل ما تبص في اي بيزنس، انت خدت ايه؟ قول ببساطه كده هي المكان ده او الشركه دي طلعت لي ده بناء على ايه؟ يعني هتديني 220 الف جنيه بناء على ايه؟ بناء على ال 64 مبيعه اللي انت دخلتهم، اللي هم تقريبا بمليون و400 الف جنيه مبيعات. فانت حققت المليون و400 الف جنيه مبيعات، الشركه اديتك منهم كام؟ 220 الف. طيب والثمانيه اللي في فريقك اللي كل واحد حقق الثمان مبيعات، يعني كل واحد خد 33000، فلو ضربت الثمانية في 33000 زائد ال 220000 هتلاقي ان اجمالي الارباح اللي اتوزعت ليك وللفريق 500 ألف جنيه من مبيعات بمليون و400 ألف جنيه. طيب ده في مجال البيع بشكل طبيعي، مش مجال البيع الاونلاين. ده في اي مشكله؟ شركه او مكان بعت لهم بمليون و400 ألف طلعت ارباح 500 ألف جنيه. طيب اسال نفسك سؤال، النهارده كيان دي لو بتسوق بالطريقه التقليديه، مش كده كده عشان تحقق نفس رقم المبيعات ده كانت هتصرف نفس ال 500 ألف جنيه بل ممكن أكتر؟ بس الفرق بقى كانت هتصرفهم قبل البيع ولا بعد البيع؟ قبل البيع، يعني قبل ما ابدا اشوف السوق هيتعامل معايا ازاي وهدخل في مخاطرات ايه كبيره جدا. لكن الشركه النهارده لما انت حققت لها المليون و400 الف جنيه، الشركه طلعت ال 500 الف جنيه العمولات امتى؟ بعد البيع. طيب في نقطه مهمه جدا ونقطه لازم تكون عارفها، ازاي اضمن استمراريه الارقام دي واستمراريه المجال ده؟ ودي نقطه مهمه جدا. النهارده في كيانات ومؤسسات بتفتح ممكن لو جه شهر عليها العائد ما غطاش المصروف يؤدي ان المؤسسه دي كلها تقفل، صح؟ ان المؤسسه دي كلها ممكن ان هي تقع بسبب ان انا مش عارف ادفع ايجاراتي والتزاماتي وهكذا، فالعائد ما بيغطيش المصاريف. طيب النهارده في مجال التجاره الالكترونيه الكلام ده مش موجود. ليه؟ لان انت ما فيش التزامات بتبقى موجوده على الشركه ولا عليك انت ذات نفسك كشخص، فبالتالي ده بيضمن استمراريه الارقام دي وبيضمن استمراريه الشركات اللي بتشتغل في مجال التجاره الالكترونيه. نقطه كمان، تعالى بس نقول وقت الاقتصاد لما في ثورات حصلت، لما حصل ازمه زي ازمه كورونا، الاونلاين اشتغل اكتر، لان الاونلاين او التجاره الالكترونيه ميزتها ان هي بتشتغل من اي مكان ومن اي وقت، مش محدده بازمه معينه. وقت الكورونا حصل ازدهار لمجال التجاره الالكترونيه بشكل اعلى وحقق مبيعات على مستوى مصر وعلى مستوى العالم بشكل اكبر وارقام اكبر. فحتى في ظل الازمات تضمن استمراريه بزنس زي كده. ولكن في اوقات كتير جدا في بزنس تاني ممكن شركات بتفتح التزاماتها بتصفي الموظفين، مفيش ضمان للاستمراريه، لكن حتى ضمان الاستمراريه موجود. يبقى انت النهارده عرفت ازاي الارقام دي بتطلع، عرفت كمان ازاي ضمان الاستمراريه ده بيحصل. طيب في نقطتين مهمه، ازاي النهارده لو انا حد مبتدئ اعرف اوصل للتاني ستيب دي او تاني خطوه دي؟ ودي نقطه مهمه جدا في ناس كتير مش عارفينها. اي حد بيجي يبدا في مجال التجاره الالكترونيه هو طبيعي بيبدا وهو ما عندوش اي خبره. يعني ما حدش مثلا بقاله 20 30 سنه بيشتغل في مجال الاونلاين او التجاره الالكترونيه قبل كده، فكلنا بنبدا من الزيرو، ما بنعرفش نشرح البيزنس، ما عندناش خبره فيه، ما عندناش المعلومات الكافيه بنسبه 100%. ولكن البيزنس بتاعنا مش مجرد بس شويه حاجات نظري او شويه حاجات تعليمي انت هتاخدها، لان في يوم من الايام لما جيت بدات كنت شايف الموضوع كده، لكن بدات بقى لقيت ان في كوتش كده بيستلمني من الزيرو كل هدفه ان انا احقق ارقام واعمل فلوس. في البدايه انا بادئ ما عنديش انجازات ولا خبره، فبالتالي مش هشرح لحد البيزنس وانا بدون انجازات وخبره، ولكن لقيت كوتش هو اللي بيشرح بانجازاته وبخبرته، فبالتالي ابتديت اعمل نتائج وانا لسه
ما كنتش واصل لانجازات ولا خبره. اقوى حاجه موجوده عندنا في البيزنس ده هو مبدا الوين وين سيتويشن، او مبدا المصلحه المتبادله. ان النهارده مجدي هيعمل 10 انا هعمل 20، مجدي هيعمل 100 انا هعمل 200. فبالتالي انا هنقل خبرتي كلها اللي اوريدي اللي انا عملتها لمين؟ لمجدي. ودي نقطه في ناس كتير مش مدركاها. النقطه دي مش موجوده في اي بزنس تاني، فكره المصلحه المتبادله او فكره اللي كلنا يكون مصلحتنا من مصلحه بعض. يعني اديك مثال، في ناس النهارده مش فاهمه ايه الكومنتات دي وايه الترابط اللي فيه الناس ده والناس دي كلها مالها. لان امتع حاجه ان انت تكون بتشتغل بزنس مع شخص او في مكان، المكان ده والشخص ده كل هدفه انك انت توصل لهدفك، كل هدفه انك انت تعمل فلوس. لان انت زي ما قلت هتعمل فلوس، هو هيعمل اضعافها. فهو ده من اقوى الحاجات. فبالتالي لما بتيجي تبدا انت ما عندكش الخبره ازاي اكون فريقي، ازاي يكون موجود معايا 8 اشخاص في الاول. اللي بيبدا ياخد معاك الخطوات خطوه بخطوه هو الكوتش اللي بيبدا يشرح لل100 شخص ده ويطلع لك ال8 اشخاص من ال100 واحد اللي انت شرحت لهم بخبرته. فبالتالي انت بتسمع مره واثنين وثلاثه، وده اللي بيبدا يخلي عندك الخبره. طب ال8 بقى موجودين، هل هتعتمد على خبره شهر ولا شهرين في تدريب وتعليم ال8؟ لا، ده انت كمان معاك الكوتش ان هو هيدرب ويعلم ال8. فده اللي بيخلي الناس ممكن توصل لتاني ستيب او ال 64 مبيعه في وقت ايه؟ في وقت سريع. هي دي مبدا من المبادئ الاساسيه. نقطه ثانيه مهمه جدا خاصه بموضوع ليه الارباح كبيره وخاصه ازاي الرقم ده تعرف توصل له، هي مبدا الباور اوف دوبليكيشن. وهي واضحه من شرحها، وهي دي اللي قلتها من شويه. فكره النهارده زي ما قلت لك ال 24 ساعه دور ازاي ب 100 و200 و300 ساعه. يعني لو انت بس عندك 10 في الفريق، كل واحد بيشتغل 4 ساعات، ف10 في 4 ب 40 ساعه. حط عليهم ال4 ساعات اللي انت ممكن تشتغل فيهم البيزنس، فدول 44 ساعه عمل وقفوا عليك في الاصل ب4 ساعات شغل من يوم عباره عن 24 ساعه. هو ده فكره البيزنس بتاعنا. لما وصلت لل 64 مبيعه انت مستحيل تعملهم انت لوحدك، لكن من خلال الثمانيه اللي في الفريق انت عرفت تحقق كام؟ ال 64 مبيعه. طيب تخيل النهارده انت باور الفريق عندك بقى كام؟ 64 غير الثمانيه، يعني انت 72 شخص بيشتغلوا. لو كل واحد اشتغل ساعتين ثلاثه فعدد الانتاج اكبر. الكلام ده في البيزنس بتاعنا بس، في كل حاجه. زي ما قلت لك عندك محلات كتير، عندك 10 محلات، كل محل بيشتغل 10 ساعات، كل محل فيه 10 موظفين في اماكن مختلفه بانتشار مختلف. فبالتالي انت بتتكلم في 100 ساعه في اليوم و100 موظف في اليوم بيسوقوا ويبيعوا المنتجات بتاعتك. فعدد البيع هيكون كتير، فهتكسب كتير. يعني ما تدورش ان كل حاجه ليها علاقه بفلوس كتير ما تقولش هي لا ده كتير انا هتخض من كتير، لان انا حاسس بدي جدا ومريت بيها زي شباب كتير وزي ناس كتير قدرت تاخد خطوات في المجال. كلنا مرينا بده في الاول. هديك مثال، انت النهارده لو بتشتغل وظيفه تاخد 3000 جنيه في الشهر، الوظيفه دي عباره عن 8 ساعات، معنى كده ان انت بتاخد في اليوم 100 جنيه صح؟ طيب ايه رايك لو انت عايز تعمل ال 3000 جنيه في اليوم مش في الشهر؟ يبقى انت محتاج زيك تعمل 240 ساعه، يعني تقريبا 29 واحد غيرك. طب ايه بقى، هتطلع بكذا نسخه ولا محتاج انك انت كده؟ في مبدا كده مكتوب على الفيسبوك يقول لك ساعد الناس تنجح هتعرف تنجح، ساعد الناس تعمل فلوس هتعرف تعمل فلوس. هو ده القيمه اللي احنا بنقدمها. اصبح ان احنا في البيزنس فقط بنبيع لمنتج والعلاقه تنتهي وانا عايز اعمل عموله من الشخص اللي انا ببيع له ده والعلاقه انتهت. لا طبعا، العلاقه اللي بيني وبين الشخص بتبتدي. يعني الموضوع كله اللي بقدم له هو سلعه وخدمه. ليه؟ لان انت النهارده جيت بدات خدت منتج ولو يكن باكس، ولكن الشركه والشخص اللي انت بدات معاه عايزك تدخل 10 اكس، صح ولا لا؟ فبالتالي عشان تدخل 10 اكس انت هتكون اوريدي عملت فلوس، والكوتش عمل فلوس، والشركه عملت فلوس. هو ده مبدا اللي كلنا بننجح مع بعض، مفيش حد فقط هو بينجح لوحده. طيب نقطه كمان، ازاي اثق يا كوتش في المجال ده؟ ازاي يكون في حجم المصداقيه في المجال ده؟ طيب تعالى بس نعرف البيزنس بتاعنا هو مبني على المصداقيه في كل حاجه، عكس اللي انا بدات بيه في اللايف في الاول وانا بقول لكم ان مجال الاونلاين مش مضمون، بتشتري منتج والموضوع بينتهي. طيب النهارده لو مثلا جت الشركه عند ال 220,000 جنيه قالت لمجدي بقول لك ايه، انا مش هطلع لك ال 220,000 كتير عليك، انا هرضيك ب 50. ايه ده انا جرست. طب ايه رايك انا مش هطلع لك غير ال 50,000؟ لا هنزل اعمل دعايه اخرك سلبيه. 50 اتراضى بيهم. والله اعمل دعايه سلبيه. تعمل دعايه سلبيه انزل بس اوقف مش الفريق، هتفرق معايا، ما الدعايه السلبيه موجوده في كل حته. اوقف هتفرق الفريق معايا في ايه؟ ايه؟ وهجرسها، وبدل ما كانت بتكسب خليها تخسر. هو هيخليها تخسر بمعنى الكلمه، مش بس بالدعايه السلبيه والكلام، لان مفيش اكتر من الكلام، لان الكلام اوريدي بيحصل لاي حد ناجح. ولكن هيخليها تخسر في ايه؟ ان الراجل ده هيبطل يدخل مبيعات. فالراجل ده كان بيبيع ل 10 و20 و30، مش بس كده، وعنده فريق موجود. الفريق ده هينزل يقول لهم يا شباب يا جماعه وقفوا شغل، قول لهم وقفوا، قول لهم وقفوا. ازيكم؟ سلموا على الناس يا جماعه.
حلو. فبالتالي هينزل يقول للناس دي ايه، لان دول بشر، فيقول لهم يا جماعه انا الشركه دي ما ادتنيش ال 220,000 جنيه، فالناس دي هتكون بتوقف. السؤال هنا، الشركه هنا هتكون كسبانه ولا خسرانه؟ يتفلس. اكيد هتكون خسرانه. يعني مش هتضحي برقم مبيعات كده وتضحي بالوسيله الوحيده اللي بتبيع من خلالها عشان خاطر 220,000 جنيه بتوع مجدي. نفس القصه في موضوع المنتجات، الكيس المنتجات. حلو. جبها اوكي. هوريكم دلوقتي حاجه، الاوردر حد وصل وهو موجود معانا كده صدفه الصبح، هوريكم الاوردر بتاعه. نفس القصه، لو النهارده مثلا الشخص بيوصل له منتج، المنتج مش افضل جوده، فبالتالي الشركه هتكون كسبانه ولا خسرانه؟ خسرانه، لان الشخص ده هو مش مجرد عميل بس، الشخص ده تحول لوكيل، يعني هو اللي بعد كده هيتكلم عن الشركه في المنتجات بتاعتها. فالبيزنس بتاعنا هو مبني على المصداقيه في كل حاجه، حتى مع الشخص اللي انت بتبدا معاه. ازاي؟ هديكم مثال، هقول لكم، انا هقول بسوا انا لسه هفتح لكم كيس المنتجات. طيب الشخص بعيد بقى عن المنتجات، سيبها دلوقتي كده. طيب الشخص اللي انت بتيجي تبدا معاه في الاول، النهارده جه بدا معايا مجدي، فجيت قلت له بقول لك ايه، معلومات مغلوطه عن البيزنس، اي بتنجان بقى، اي هبد قمت جاي قايله له. جه الراجل ده بقى جوه البيزنس، فلما بقى جوه البيزنس ابتدى يحصل ايه؟ لا ايه ده الكلام اللي قاله لي كوتش علي مش موجود. فبالتالي اقل ما فيها ممكن يحصل ايه؟ ممكن ما يكملش. طيب لو حتى كمل هيفقد المصداقيه اللي بيني وبينه. فالسؤال، انا هكون كسبان ولا خسران؟ اكيد خسران، لان انا اللي عايزه ان الراجل ده اشترى منتج ولا يكون ب 10,000 جنيه، فانا عايزه يدخل 10 مبيعات ب 100,000 جنيه، صح؟ فبالتالي هو يكسب وانا اكسب، فبالتالي انا كده هكون خسران مش كسبان. فالبيزنس مبني على المصداقيه بالمنطق، وده اللي بنعلمه للناس، ان ازاي نحول واحد من الكذب للصدق التام، مش شعارات عشان يعمل فلوس في البيزنس ده. لازم يكون السلوكيات ولازم يكون الصح بيعمله، لا يصح الا الصحيح. وده اللي احنا بنتعلمه جوه البيزنس عشان نعرف ان احنا نعمل ارقام. كل دي مميزات موجوده مش هتلاقيها في مكان تاني او في بيزنس تاني. هو الترابط وفكره اللي احنا واحد، هي دي اللي موصلانا للقوه دي، وهي دي اللي بتخلينا نعمل ارقام كبيره جدا. ده المنتج بتاعنا، يعني دي بيانات عميل مش مهمه في ضغط. تمام، حلو جدا. ده المنتج بتاعنا. انا والله ما اعرف اللي في المنتج ايه، لان ده منتج جه لحد الصبح اوكي، فلغايه دلوقتي هو لسه ما فتحوش. هو يعني هي مشت، يعني هي سابت المنتج ومشت تقريبا مع الكوتشز اللي هنا. فممكن افتح لكم المنتج كده بسرعه. طيب نفتح كده، يعني انا مش عارف بقى ايه، ما عاملش المنتجات عن ده النوتريشن، منتجات النوتريشن. ده شيتو كروم مثلا اوكي، كنت نجي نتكلم عنه. الشيتوكروم ده عبارة عن شوية أعشاب كده مع بعض ميكس، حاجة اسمها جارسينيا وشيتوزان وكروميوم والكارناتين. ده بيسد الشهية وبيعلي معدلات الحرق. عبارة عن ميكس كده. كان البديل بتاعه حاجة اسمها شيتو ماكس وكروماكس. الاتنين دول كان تمنهم المفروض 280 جنيه. الفكرة بقى ان احنا تعاقدنا مع شركة اسمها باريشا فارما، دي بتدمج الاتنين مع بعض في كبسولة بنص الثمن، وده طبعا بنفس سعر الصيدليات. يعني هتلاقوا مثلا عليه البرايس هنا 150 جنيه. ده حاجات زي اللي موجوده في الصيدليات وبتاع. ده كده الجنس بتاع الكيان، احسن جنس. طيب يعني ايه احلى جنس بقى. احلى جنس. طيب بس كده الحمد لله. لسه الكوليكشن الجديد حكايه، كوليكشن الصيفي حكايه، هتشوفوه ان شاء الله. موجود على السوشيال، موجود على المتجر ان شاء الله قريب جدا. هتشوفوا المنتجات بتاعتنا. ده قميص تاني مش عارف ايه ده يعني اوكي، ما علينا. وفي حاجه محشوره هنا بس انا مش عارف ايه هي. ايه ده؟ ايه ده مستخبيين لي كده؟ طيب اوكي. طيب خلينا نتكلم دلوقتي. يبقى احنا زي ما قلنا احنا بنسوق لبراندات ملابس، بنسوق لنوتريشن. طيب الجزء هنا ان اغلب الناس، وانا لما جيت بدات كنت شايف الموضوع كده، ان اغلب الناس عباره عن ان انا متعود ابيع الحاجه لمجدي، اشتري هعمل عمولتي مع السلامه. ده انا متعود عليه، فاقنعك بقى بمميزاتها. بص بقى الشيتو كروم ده هيخليك بكره ايه، تبقى بص قد كده، انت مليانه خير ليك كتير وبتاع، اداري اي عيوب فيه وخلاص. لكن البيزنس ما ينفعش كده، داريت عيب معين الراجل هيبقى موجود معايا وهيبيعه بعد كده، هو هيتكلم بعد كده. طيب فبالتالي اسال نفسك سؤال، تبيع لوحدك ولا تبيع من خلال فريق؟ هبيع من خلال فريق، لان هو ده اصل البيزنس. تبيع من خلال محل ولا تبيع من خلال 10 محلات على ارض الواقع؟ اكيد لو انا عندي 10 محلات او 100 محل، عدد البيع هيكون اقوى وهيكون اكبر. هو ده اللي كلنا بنبحث عنه، هو ده كلنا اللي بنكون محتاجين. تمام. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ولكن هم اللي هيطولوا عليكم
اكتر من كده. عندي ليك اسئله رخمه قوي. في اسئله وتفضل. يعني مش ده الحوار اللي هو الناس بتجيب في شويه ناس وبتاع، يفضلوا يجيبوا في ناس ويتكاثروا ويقبضوا على بالظبط. بعض. هنبيع الفراخ في حاجه. طيب انا زمان كان عندي السؤال ده قوي، اللي هو انا شايف ان الموضوع هو ناس بتدفع وناس بتقبض وناس عماله بتدفع وناس طيب. تقبض. بص يا مجدي، اولا بس الموضوع مش بيكون معتمد، هو كل شغل كده كده متفقين عليه ان هو عباره عن ناس، مفيش شغل هنشتغله مع فراخ مثلا، صح؟ طيب في أكيد. كل الاشغال عموما، ولكن الموضوع عندنا زي ما انا قلت لك ان النهارده الموضوع مش بيكون معتمد على فكره بيعك انت الاكتر، يعني مش معتمد على كتره الناس اللي هتيجي تبدا معاك، تمام؟ ولكن احنا ربحنا بيجي من كتره المبيعات، وكتره المبيعات دي مش هتوصلها من بيعك انت لوحدك. يعني النهارده كل اللي مجدي محتاجه على مدار الرحله بتاعته هو فقط 8 اشخاص بس فقط لا غير. تخيل ازاي؟ عشان الثمانية لو بقوا معاهم 8 كل واحد في الفريق في 64، بدليل انا كنت اعرفك. لا. الناس اللي قاعده هنا دي كلها اللي في فريقي انا اعرفهم، اللي في الكومنتات كلهم اعرفهم، كل دول في فريقي. كل دي مبيعات حصلت، وكل دي ناس موجوده اشترت سلعه وخدمه وامتلكت متجر الكتروني وبدات المشروع وما كنتش اعرفها. فانت بالعدد القليل بتعرف توصل للبيع الكتير، لكن لما تبيع لوحدك هتفضل انت تبيع بس وتكسب، ما بعتش مش هتكسب. لكن لو ما النهارده عنديش تعرف تبني. التمانية. ايه؟ لو ما عنديش الثمانيه دول طيب. وما اعرفهمش، ما انت كده كده مش مهم تعرفهم، لانك انت مش لازم تحبهم، فاهم؟ يعني مش مهم ان انت تعرفهم، يعني علاقه بالصرف، يعني مش مهم ان انت تعرفهم. احنا في 120 مليون عايزين 8 عايزين يبداوا حاجه مختلفه ويعملوا ارقام مختلفه. خلينا متفقين يا مجدي النهارده عشان توصل لحاجه انت ما وصلتهاش قبل كده، فلازم تعمل حاجه انت ما عملتهاش قبل كده. يعني ما تجيش تقول لي بقى انا ماليش في الاونلاين، ماليش في الناس، انا ماليش في كذا. طيب ما انت اللي ليك فيه بتعمله ما وصلكش للي انت عايزه، ماشي. صح؟ يعني النهارده كل حاجه وكل افعال بنعملها مبنيه بناء على تفكيرنا. صح. يبقى لازم نغير تفكيرنا عشان تتغير افعالنا فيتغير نتائجنا. ازاي عايز تحل مشاكلك في الحياه بنفس طريقه التفكير اللي طلعت لك المشاكل دي؟ يبقى لازم تغير تفكيرك، وما تقولش بقى الاونلاين ماليش فيه، اصل ده مجال مش عارف ايه، اصل انا بحب امشي جوه الحيط، اصل انا مش الكلام ده غلط تماما، لان اللي عملوا الحاجات دي قبلك هم ما كانوش مولودين بيها، صح. كلها كانت اشياء مكتسبه. فاكتسب الجديد. فاول ما تحس يا مجدي ان المجال ده غريب كده جديد بالنسبه لي، انا ماليش في الاونلاين ماليش في الدنيا دي، اعرف كده ان انت بادئ صح. ليه؟ لان لو كل الناس كانوا ليها كانوا كل الناس نالوها، يعني كل الناس عملوها، بدأوا. كل الناس بدأوها، ومعنى كل الناس بدأوها نجحوا فيها. هل كده؟ هل في مجال هتبدأ فيه نجاح؟ مستحيل. بالعكس، انت المجالات هتلاقي الأقلية، هتلاقي ان مش كل الناس هم اللي ممكن يكونوا بيعملوا الدخل ده او الارقام دي او كذا. فبالتالي لما تبدأ تسمع مجال تحس ان هو مختلف وتحس ان انت عكس ناس يبقى انت صح كده، انت كده ماشي في الطريق صح. ده سلوك جديد، كل حاجه بنعملها في حياتنا هي سلوك جديد، لازم يبقى عندك تقبل للسلوك الجديد، تقبله في البدايه. ده لو انت عايز تعمل لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فالنهارده هي ما حدش هيتغير اجبار، كده كده في ناس انا عارف ده طبيعي، انا بروح لوظيفه باجي من الوظيفه اخد مرتب ثابت السلام عليكم وعليكم السلام. ولكن في ناس وصلت لكده وانا وصلت لكده في يوم من الايام بسبب ان كتر ما حاولت ان انا اعمل شغل وعملت مشروع. انت عارف انا 18 سنه في اوائل 2012 خسرت فيه الفلوس واتداينا وبتاع، فمن كتر ما حاولت ابتديت اتقفل، ابتديت خلاص ان الموضوع ما فيش حاجه بقى، انا خلاص مش عايز اعمل النجاح اللي انا كنت بتمناه في فطرتي وانا صغير ده، خلاص مش عايزه. ففي ناس وصلت لكده بسبب ده شويه. وخلينا متفقين مع بعض المجال بتاعنا ما ينفعش تبداه بنفس تفكير طريقه السوق اللي بره، بنفس تفكير الطريقه اللي بره. بره بيجي يتشرح لك مشاريع فبتعمل حدق وحلو. ليه؟ عشان ايه؟ قول لي بس. تعمل مش عارف البيزنس بتاعنا ما ينفعش كده، نظريه المؤامره. هو بيقول كده ليه وعشان ايه؟ انت بتاخد الاستفاده وتعملها ليه؟ هقول لك ليه. لاني خلاص هو الموضوع عندنا في البيزنس مختلف. انا مش عايز منك حاجه غير ان انت تعمل فلوس بس، مش ان انت تشتري منتج تطلع عموله 200 جنيه صباح الفل خليهم وروح، عشان بس نبقى متفقين مع بعض. لكن انا عايزك انك انت منتج اللي انت تاخده امتلكت المتجر، تجرب المنتج، تبقى ليدر بقى، عندك حاجه من المبيعات، بتشتغل وانا مش موجود، فعدم وجودي منطلق، بتدخل ارقام ومبيعات فبتعملوا فلوس كويسه. هو ده النقطه. كل سلعه بتتباع بيبقى في حاجه اسمها ميزه تنافسيه تسويقيه لبيع السلعه دي. متفقين؟ متفقين. يعني مثلا لو انت ماشي النهارده انت واحد صاحبك او انت واحده صاحبتك في اخر الشتاء لقيت 2 جاكيت بسعر واحد، ممكن تاخديهم وانت اساسا داخله على الصيف مش داخله على الشتاء، صح؟ طب خدتيهم ليه؟ عشان خاطر ميزه تنافسيه تسويقيه، صح؟ هي نفس القصه بالظبط. لما بتروح تقعد في الساحل حضرتك بتروح تقعد في مكان
ممكن النهارده تشرب فيه كوبايه قهوه وبسعر عالي اللي هي موجوده في مكان تاني اقل، ولكن قعدت ليه؟ عشان خاطر الخدمه وعشان خاطر كذا. فاحنا عندنا اقوى ميزه تنافسيه تسويقيه لمنتجات كل الناس بتستخدمها ومنتجات استهلاكيه، وهي فكره ربط السلعه بالخدمه، فكره امتلاك المشروع. والحاجه الوحيده المشتركه ما بين كل الناس اللي موجوده هنا ان كلنا عايزين نعمل دخل اضافي، كلنا عايزين نعمل فلوس، كلنا عايزين نعمل مشاريع، كلنا عايزين طريقه ننجح منها، بس ما عندناش الوسيله لكده. فلازم كلنا نبقى متفقين على الكلام ده. طيب ايه تاني؟ في اسئله تانية عشان تاريخ يعني فاهم؟ عايز اتكلم زيك أتعب، بس فاهم؟ مش عارف يعني انا مثلا مش هعرف اتكلم زيك بعدين. ما تعرفش مش ايه المشكله؟ مش فاهم. لا، مش عايزك تعرف اساسا يعني ايه ايه اللي المشكله. يضمن لي ان انا هعرف أبقى حلو كده في الكلام زيك، واعرف اقنع الناس واعرف اوصل لهم الفكره؟ تقنعهم ان شاء الله. ماشي. ايه تاني؟ لا بجد عايز اعرف الحوار ده. طيب بص، خلينا بس متفقين على نقطه، اتفقنا كده؟ يلا بينا. حلو. هو ممكن اسالك سؤال؟ ايه هو مش الناس اللي موجوده هنا اللي في الكومنتات داعيين ناس موجودين هنا، ده اكيد صح ولا الكلام غلط؟ ومين دلوقتي اللي عمال ينبح صوتهم الصبح؟ مين اللي عمال يشرح من الصبح وانا؟ يبقى هي دي مبدا ان انت لو ما بتعرفش تعمل ده، احنا بنشرح وبنطلع اونلاين وبنبقى موجودين في مؤتمرات وبنعمل ده مكانك، مش جمعيه خيريه والله عشان الفلوس، خلي بالك بقى. يعني في الاول وفي الاخر عشان خاطر زي ما قلت لك ان ده مكسب متبادل، صح؟ في حد يجي يقول لي ايه يعني من قبل ما انت تفكر تقولها لي عشان احسسها لك جوايا، عمال توشوشها لي كل مش شويه. هعرف افتح اللايف كده واتكلم مع الناس واخد ودي وبتاع. يا عم ما تفتحش لايفات، ايه المشكله؟ ما ده مش مطلوب. واعرف اعمل فلوس عادي. ما في ناس هنا بتعمل فلوس. امتع حاجه في البيزنس ده ان نفس الوقت اللي انت بتتعلم فيه هو نفس الوقت اللي بتعمل منه فلوس، كويس. نفس الوقت اللي بتمارس فيه هو نفس الوقت اللي بتعمل منه فلوس، والوقت اللي انت بتبدا تعلم فيه بتعمل فلوس. كل المراحل بتعمل فلوس. كم حد بيتعلم وعمل ارقام كتير جدا، عملوها ازاي؟ بتبادل الخبرات اللي احنا بنقول عليه، صح؟ طيب هل حد هيجي يقول للناس اللي في الكومنتات دي واخده فلوس بقى عشان تقول الكلام الجامد ده؟ احب اقول لك ان هم قابضين فعلا، يعني هم اوريدي قابضين، يعني الناس دي بتقبض فعلا والناس دي بتشتغل، ولكن اللي امتع من القبض واللي بيخلي الشخص يتكلم بمنتهى القوه زي ما قلت لك في الاول، فكره الترابط النفسي اللي موجود جوه البيزنس ده. انا يمكن موجود في زون القاهره، المكان بتاع القاهره، الناس هنا بتتعامل يعني بيقعدوا مع بعض وياكلوا ويشربوا مع بعض، فده بيعمل تبادل وهدفهم واحد، وده عايز يحقق انجاز وده ياخد خطوه ايجابيه، وده ما كانش بيعرف يطلع يتكلم بقى بيطلع يتكلم، وده مش عارف ايه وكده. فالدنيا اختلفت خالص. ايه يا باشا؟ انا جعان. ايه طب ايه علاقه الاكل بالموضوع؟ انت جوعت في اللايف؟ انت قلت بناكل وبشرب بالظبط. طيب في حاجه ثانيه عشان ابتديت ازعل بقى وابتديت اتضايق كده، الموضوع ايه خد وقت. طب افترضنا مثلا عايز اعرف هل الموضوع ده هيفضل مستمر ولا لا؟ ما انا اتكلمت يعني عن موضوع بسمع من ساعات شوية. عن شركات، لا ساعات شركات مثلا بتظهر كده تعمل بومينج وبعد كده تختفي. طيب فايه اللي يخليني اثق في كيان ان هي تفضل مستمره طول الوقت وافضل اعمل منها فلوس؟ اوكي طيب خلينا متفقين مع بعض. النهارده مفيش كيان باور بانك او اي حاجه. النهارده خلينا متفقين كده، لو انا النهارده مثلا شركه وهتكون موجوده فتره وهتبدا ان هي تختفي، فهتبدا ان هي تعمل ايه؟ مش هتبدا ان هي تظهر بشكل علني وبشكل كامل من كل الاتجاهات، صح؟ فهيبدا ان الموضوع يكون عامل ازاي؟ مش شركه قانونيه 100%، ما عملتش سجل تجاري، بطاقه ضريبيه، مقر اداري موجود في اسكندريه، الكلام ده اتصرف عليه ارقام كبيره، موقع على اعلى الامكانيات اللي موجوده. ليه بقى؟ ما انا هشتغل 6 شهور او سنه يعني، فليه النهارده اروح اصرف مثلا ملايين في الكلام ده كله في البدايه؟ ففي حاجات بالمنطق كده لازم تبقى فاهمها. دي شركه مسجله ليها حساب بنكي في حساب السي اي بي باسم كيان تيم للتجاره الالكترونيه وتكنولوجيا المعلومات. يعني اسم الشركه لما تودع فلوسك فيها في السي اي بي هو لوحده، الاسم لوحده برزنتيشن، يعني الاسم لوحده هو بالظبط رخصه اللي احنا بنعمله دلوقتي. وصلت؟ طيب مش للدرجه دي. ثواني بس اظبط الشحن. طيب فالاسم لوحده كده بمنتهى البساطه هو موضح الشركه. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه زي ما اتكلمنا يعني من شويه بشكل المصداقيه، يا باشا انت بتبيع دخل مبيعات، مش هتاخد فلوس، صح كده؟ فده ضمان استمراريه الشركه اللي اتكلمنا فيه من شويه، ورديت على السؤال ده من شويه. انت كده بتعيد الاسئله، ما ينفعش اي اسئله. ولحد يا جماعه اللي بيقول مش فاهم يقدر ان هو يرجع بعد اللايف يسمع الجزء معانا، ويقدر يرجع بعد اللايف يسمع اللايف من الاول. ومفيش اي حد دعاك، ابعت على البيج بيج بتاعت الصفحه، اي حد يدخل يكلمك مش ابعت على البيج وهنبعت لك لكوتش معين من المحافظه اللي انت موجود فيها. طب ايه المخاطره اللي موجوده في الموضوع ده؟ طيب يعني ايه الخسائر اللي ممكن تعود عليا مثلا؟ طيب. بما ان انا راجل لسه جديد في الموضوع. طيب بص، اول حاجه كده خلينا متفقين ان موضوع الخسائر اللي ممكن تعدي بيها، اكبر حاجه ممكن تخسرها في البيزنس ده انك انت ما تعملش الارقام او تعمل الفلوس اللي موجوده جوه المجال ده. لاني مستحيل النهارده اقول ان اكبر خساره موجوده جوه البيزنس ان انا اشتريت منتج، دفعت فلوسي باليمين
خدتها على هيئه منتج بالشمال، ده اكبر خساره بالنسبه لك. يعني مثلا اشتريت منتجات في وقت مش وقته، ده كده خساره، فاهم؟ الموضوع بيبقى صعب. ولكن في ناس بتفترضها خساره بناء على ايه يا عم مجدي؟ بناء على ايه؟ طيب بناء على النهارده على السلكان. دي نقطه مهمه جدا. على السلكان يعني ايه؟ يعني انا خدت منتج وقلت المنتج ده هيطلع لي ايه ملايين على طول من غير ما اشتغل كده. امتلكت متجر الكتروني وبدات اشتغل من غير ما اشتغل، هتلاقي المنتج ده بيطلع لي ملايين. تنزل وازاي؟ طب من غير ما اشتغل، بس عشان اداري فشلي لازم اخترع شماعات. صح. ليه؟ لان انا ما عملتش المجهود اللي الناس دي بتعمله وما خدتش الخطوات اللي الناس دي بتاخدها. فابدا اقول ايه بقى؟ الشركه، الناس، مجتمع المجتمع، البيئة، اي بتنجان، اي المهم أنا حاجه، لأ. المهم اي حاجه لا. وده طبيعي. الواحد اللي بياخد عربيه ابوه بيخبط يقول ايه؟ الشارع كله تحالف ان هو يخبطه. الرصيف لما اللي بتوقعي الكوبايه وانت في البيت بتقولي الكوبايه وقعت مش انا اللي وقعتها. فده طبيعه البشر، لازم تبقوا فاهمين. نصيحه اخيره هديها لكم، لما تيجي تدخل في مجال عايز تنجح فيه، طبيعي ان انت هتدخل وسط المجتمع. صح. ولما تيجي تدخل وسط المجتمع، فيا مجدي المجتمع ده نفوسهم ولا مهببة، بالظبط ولا مش نفسيته كلهم واحده. سالكين، وتربيتهم بقى ايه النظام؟ لا مختلفة طبعا. لما عندك في العماره بتلاقيهم كلهم واحد ولا مختلفين؟ في واحده صوتها بيطلع وواحد مش عارف ايه، صح؟ فكرني بالظبط كده. فكرني انت عايش في العماره على حضر الكلام ده. فده طبيعي. فمش كل اللي هيجي يدخل على لايف زي كده هيتفرج، حتى لو هو ربنا يوفقه في مجاله ويقول يا شباب يا بسم الله بيقدموا حاجه كويسه والناس بتتعب قوي ربنا معاهم. لا، ما هو مش هيقول الكلام ده. ليه؟ لانه مش هيتقبل ان شاب جميل زي كوتش مجدي كده حلو يبقى طالع وفي ناس كتير بتتكلم عنه في الكومنتات وبتاع. فاهمين يا جماعه صح؟ فالموضوع ايه؟ مش هيكون تمام. ده موجود في اي مجال وفي اي حاجه. زمان اروح اودع وبعد فترة تخلع. اروح اودع وتخلع، تودع تحت في بير السقف. الكومنتات. يعني في حد في الكومنتات بيقول لك ايه الضمان اللي انا اروح اودع وبعد ما اودع فتره وتخلع؟ يعني انت مش فاهم فتره، انت بتودع في حساب شركه، فمعاك وصل ايداع انه باين ان ده حساب شركه مؤسسه، فلازم الشركه يبقى معاها مستند ان هي سلمتك حاجه. قصه كبيره وحوار كبير ومش دنيتنا. بعيد بقى عن الحوار ده، هو انت موجودين على معدي الأرض. كده ثواني بس، انت معدي كده تبدا مع واحد من الاونلاين كده من الشارع، ولا طبيعي ان انت في شخص هتشاركه او هتتعرف عليه وتعرفه، والشخص ده تخيل بقى مين؟ مندوب من الشركه، موظف من الشركه، شخص في يوم من الايام اتشرح له البيزنس ده زيك زيه، يعني اتشرح له زي ما انت اتشرح لك كده. فاي سؤال انت بتفكر فيه هو فكر فيه. فانت الموضوع مختلف تماما، فلازم تبقى عارف النقطه دي. طيب فبالتالي زي ما قلت لك ان اغلب الناس طبيعي بيكون نفسياتهم مختلفه وعقلياتهم مختلفه. مش هتلاقي تدخل مجال فيه نجاح وتلاقي كل الناس موافقاك عليه، كل الناس بتقول لك ايوه. اولهم كان والدتي، قالت لي يا ابني مفيش الكلام ده، احنا اتربينا على مبدا اللي احنا ندفع فلوس كتير عشان نكسب القليل، لكن من القليل ازاي تقول لي نعمل كتير؟ مش طبيعي. في وقتها ما فهمتش الكلام ده قوي، لكن بعد فتره عرفت ان كلامها كان صح، بناء على اللي هي شافت وبناء على المجتمع وقتها وفي عصرها هي شافت، يعني المجتمع شاف. لكن النهارده لو ما اتعلمتش ازاي من القليل تعمل الكتير او بفكره توصل للكتير، فانت مش هتعرف تاخد اي خطوه. فكر بطريقه مختلفه. النهارده بدات اللايف معاك قلت لك ممكن بنت تعمل جروب على الفيسبوك تحط فيه شويه منتجات تحقق مبيعات اكتر من مشروع محل مثلا متكلف 500,000 جنيه. مجرد جروب تعرف تعمل بيع بس اكتر من محل متكلف 500,000 جنيه. ده بقى واقعي والناس بقى عندهم ادراك ليه. طيب في ايه تاني يا مجدي عشان نخلص؟ اللايف والناس يعني الناس بتنام بدري. اضمن منين مثلا في رينج السنة كده عامل لي كام؟ ايه؟ عامل لي كام كده مثلا في السنة؟ تعمل لك كام في السنه؟ حلو قوي. بص يا مجدي، اولا بس خلينا متفقين، احنا عندنا كل الناس اللي قاعده على الترابيزه دي عملت فلوس وكلها ارقام مختلفه، صح؟ يعني انت راجل بس ما شاء الله، يعني فاهم النقطه ازاي؟ الله اكبر. وصلت؟ دي نقطه. يجي واحد تاني عمل اقل، يعني يجي واحد يوم جاي عامل كام؟ الحمد لله عملت ملايين بالبزنس. بس السؤال بقى، انت مالك؟ انا عملت ملايين، ما في اللي عمل اقل مني وفي اللي عمل اكتر مني. ده موجود وده موجود. فده بيرتبط بناء على خطتك وهيرتبط بناء على النظام اللي انت تبدا بيه. احنا عندنا انظمه مختلفه. اوكي، احنا عندنا انظمه مختلفه. اوكي، احنا فتحنا المنتج يا جدع، احنا فتحنا المنتج هنا، فاهم؟ يعني احنا فتحنا البنطلون الجينز طلع في اللايف. طيب احنا بدانا. ممكن كل واحد يا جماعه يكتب الاسئله بتاعته لو حاجه مش واضحه، وابدا ان انت ترجع للشخص اللي دعاك، هيبدا يجاوبك على كل الاسئله دي بمكالمه فرديه بقى، بقعده، بتدريبات، موجودين في كل حته اونلاين واوفلاين. طيب 24 ساعه. فكر بس قليل. بالظبط. نجي لك في الاحلام. كنا بنقول ايه؟ والله نسيت. الضمان بتاع الالعاب الدوار الايه؟ الارقام
بالظبط. الارقام هعمل كام مثلا في السنه. بس فزي ما قلت لك ان النهارده ده مرتبط بناء على الخطه اللي انت هتبدا بيها. احنا عندنا باقات مختلفه، في باقه اسمها برو، في بلس، في تو جو. ايه الفرق ما بينهم النهارده؟ يعني ان دي بتكون انت شاري منتجات اكتر في البرو، البلس اقل، التو جو اقل. فطبيعي ان الشركه بتقول لك كل ما تاخد منتجات اكتر كل ما اطلع لك ربحيه اعلى. صح؟ يعني ايه الفرق؟ يعني في البرو لو حققت 8 مبيعات بتعمل 33000، نفس الثمان مبيعات لو حققتهم في البلس بتعمل 8000، نفس الثمان مبيعات لو حققتهم في التو جو بتعمل 4000 جنيه. فدي يعني كل واحد على حسب الهدف بتاعه اللي هو عايز يحققه بيبدا بالباقه اللي هو عايزها او بالنظام اللي ايه الربح اللي هو عايزه. طيب انصحك بايه؟ انصحك بالبرو طبعا. ليه؟ لان البرو بيدخلك في فئه مجتمعيه اكبر. يعني حتى لو انت طالب او اي مكان بيدخلك في فئه مختلفه، بيقول ارقام بتملى، يعني ارقام بتكون محترمه. البرو انت في ثاني خطوه بتعمل 260000 جنيه في خطوتين. وخلينا نتكلم، انت من حد سلبي اقلب ايجابي بقى مع الناس شويه، خلاص عشان تبدا تقتنع. خلي بالك أنا عايزك تقول فكروني بقى- كده اصلا. انا خايف ياخدوا انطباع عنك كده. انا بقى في الشهر صح، لا انا قبضنا يا عمر، قبضنا بنقبض 4 مرات في الشهر، قبضنا بقبض اسبوعي كل يوم خميس بعد الساعه 12. الموقع بيعمل ايه؟ بيقف كده يشوف كده إن انت يا عمر ده سيستم الحسابي حققت مبيعات قد ايه، سواء انت او اي حد موجود عندك في الفريق بيعمل لك الحسابات بتاعتك وبينزلك. يعني ده سيستم حسابي. يعني انت لو عندك 10 فروع على مستوى الجمهوريه انت محتاج سيستم حسابي ينظم لك الليله دي. صح؟ ده موجود من خلال الموقع بتاعنا. تمام؟ دي نقط يا جماعه، في تفاصيل صغيره ناس كتير مش فاهمه قيمتها صح او مش فاهمه القصه دي. تعال اقول لك على حاجه. لما بدات البيزنس ده سمعت عن حد اسمه روبرت كيوساكي. لو كتبتوا يا جماعه روبرت كيوساكي والتسويق على اليوتيوب الكلام ده هيظهر لكم. الشخص ده عمل كتاب اسمه نصيحه الاب الغني للاب الفقير، قسم فيه الناس لاربع طبقات. قال لك اول طبقه طبقه الموظفين اللي بيروحوا الوظيفه بيرجع من الوظيفه وبياخد مرتب ثابت. تاني طبقه اتكلم عن حاجه اسمها السمول بزنس اللي هو صاحب مشروع صغير، المشروع بيحتاج وجوده عشان يعمل له فلوس. تالت طبقه اتكلم عن حاجه اسمها البيج بزنس اللي هو صاحب مشروع كبير، المشروع مش شرط يحتاج وجوده او وجود غيره. اخر طبقه اتكلم عن حاجه اسمها المستثمرين اللي هو ولا وجوده بقى ولا وجود غيره، دي فلوس بتعمل فلوس. الراجل ده في الكتاب بتاعه اتكلم ازاي الناس تتنقل من الطبقه دي للطبقه دي، واتكلم في كم طرق كتير جدا. واحده منها ذكر مجال البيع المباشر. تقدروا تدخلوا على اليوتيوب تكتبوا روبرت كيوساكي والتسويق هيظهر لكم ده. طيب ازاي بقى ده؟ النهارده لما بتمتلك المتجر الالكتروني انت بتكون سمول بزنس، المشروع في الاول محتاج وجودك يعمل لك فلوس. طيب بعد شويه لما يكون عندك الفريق اصبح ان المشروع مش محتاج وجودك، انت من خلال الفريق تقدر انك انت تعمل ارقام وتعمل فلوس كويسه. ونقطه كمان قال لك انت كمان بتتحول يا مجدي بكل المهارات اللي مطلوبه، لان ان انت تبقى بيج بزنس الموضوع يا جماعه مش بس فلوس. انتوا فاهمين غلط. انا لو جبت شاب النهارده اديته قلت له تعالى يا عم انت بقيت صاحب 10 محلات مثلا ملابس على مستوى الجمهوريه، هيديرهم ازاي؟ يعني الموضوع انت بتتكلم في حاجات كتير. لو جبت بنت صغيره هتعملها ازاي؟ صح؟ فالكلام ده بيتطلب خبره كبيره جدا، وهو ده كمان اللي موجود عندنا. فلو النهارده احنا حلينا ازمات كتيره جدا. في حاجه ثانيه يا مجدي عشان الوقت بتاع الناس بقى. الناس بتنام بدري، الناس بيناموا بدري بيناموا بدري. يعني افترضنا مثلا الموضوع حلو قوي تمام. مضمون وانا واثق باذن الله انا هعمل منه فلوس، تمام. بس انا معيش بقى الفلوس بتاعه الباقه مثلا في الاول. تمام. انت متعب بامانه الله، فاهم النقطة ازاي؟ أنا قلت لك الكلام ده. اعمل ايه؟ طيب اوكي، ما احلها تبداش. ازاي؟ الموضوع سهل جدا يعني، الموضوع كده ما تبداش. طيب في نقطه مهمه. هو مين قال لك يا مجدي ان انا بشرح لك البيزنس ده عشان المفروض انت يبقى معاك؟ ما انت المفروض هتبدا عشان انت معاكش. لان انت لو كان معاك كنت رحت عملت مشروع ب 100 و200. تفتكروا انا لما كان بيتشرح لي البيزنس ده وانا مدكل لي 200 مثلا ما كنت رحت عملت الكافيه اللي انا كنت نفسي اعمله؟ انتوا فاهمين النقطه ازاي؟ ولكن هو ده اقوى من مشروع ب 200000 واقوى من مشروع بمليون جنيه. بس انا على ادراكي وقتها وعلى ادراك اي حد لما بيتشرح له مش بيشوف كده. ليه؟ بيشوف صاحب المحل بقى فاهم انه قاعد بعد بقى وفرحان والقعده لذيذه وبتاع، والكلام ده غلط. لان انتوا لما انا عملت مشروع انا 18 سنه مطعم في اسكندريه، عرفت ان المشكله عندي ان انا كنت بركز في هم بيعدوا لكن ما ركزتش هم بيصرفوا ايه. انت فاهم؟ فبركز في البهرجه، فاهم النقطه ازاي؟ لكن ما ركزتش ايه حجم المصروفات اللي ممكن تكون موجوده عندهم. بس المهم يعني على ادراكي وقتها في 100 200 اروح اعمل لي مشروع عادي. ما كنتش بدات في بزنس زي كده. امال ايه الفرق؟ هديك مثال. النهارده اي حاجه في حياتنا بنتعامل معاها ان هي ضروري بناخد فيها خطوه. متفقين. يعني ايه؟ يعني جبت الموبايل اللي في ايدك اللي انت بتتفرج دلوقتي عليا منه منين؟ ده برقم كبير وهو ما كانش معاك، اغلبها مقسطه. خلينا بس متفقين، ده حقيقي. خلينا متفقين. فاهم؟ الفولورز بتوعي حبايبي يا جماعه وانا بتكلم ايه الدنيا زي الفل. طيب فاغلبها ايه الدنيا زي الفل. طب ايه اللي خلاك تعمل كده؟ عشان الموبايل ده ضروري انا محتاجه. لو لا قدر الله عندك حد تعبان في مستشفى، المستشفى مثلا عايزه لها 10 ولا 20000 جنيه حالا، هتتصرف ولا هتتصرف. لكن لو عايزه مليون جنيه لا، هتعمل ايه بقى؟ شوف ممكن هتفكر ايه؟ ممكن ما تعرفش تتصرف.
صح. فالموضوع لو انت زي ما بتدفعي كليتك بتاع حاجات بتبقى مش موجوده مش موجوده معانا ولكن اساسيه وبتبقى بمبالغ بسيطه، بنتصرف فيها بناء على ان هي حاجات ضروريه. فلو مجرد ما تفكر في البيزنس ده ان هو ضروري هتعرف تاخد خطوه فيه. ما اتعاملتش معاه ان هو ضروري مش هتاخد خطوه فيه. هو ده المبدا الاساسي. البيزنس اتعمل لاي حد معهوش فلوس عشان يبقى معاه، اتعمل لاي حد عايز يبني علاقات كبيره. بص الناس اللي في الكومنتات دي هل كلها واحد؟ هل كلها عقليه واحده؟ خبره واحده؟ كلهم مختلفين. فمعنى كلامي ان كم العلاقات اللي ممكن تعملها من البيزنس ده كبيره جدا، وكم تبادل الخبرات بشكل روعه جدا. يعني كمان خبراتهم مش واحده، انا اتعلمت الحمد لله من دكاتره ومهندسين وناس اصحاب مهن وفئات مجتمعيه مختلفه. ففكره المكاسب اللي في البيزنس كتير جدا غير الفلوس، بل هي اللي بتجيب الايه، بل هي اللي بتجيب الفلوس. عايز ايه يا مجدي تاني عشان انت بعد شويه اضربك فاقول لي عايز ايه تاني. في واحد طبعا يقول لك ايوه طب ما انا ما عنديش خلق ارد على كل ده. ومين قال لك بجد اني انا بالنسبه لي كده في حاجه بعملها؟ انا بتكلم بناء على تجربتي، انا بتكلم بناء على اللي مريت بيه. كل واحد من الناس اللي كان على اللي انا مريت بيه. يعني انا مش حافظ كتاب طالع بقوله لمجدي، فانا ما اعرفش ان هو هيقول لي كده، فاهم؟ وده حوار تاني، فاهم؟ فانا بقول لك ان انا مش حافظ حاجه طالع اللي انا ببدا اقولها. انت بتتكلم بناء على تجربتك، ودي ميزه قويه جدا في البيزنس. طيب ايه تاني؟ تعالوا اقول لكم على حاجه حلوه بقى. تخيلوا 20,000 جنيه احنا بدانا بيهم مثلا. الكلام دوت انا بدات 6 سنين، كوتش علي بدا من 11 سنه. 6. نشكر ربنا. عملنا قد ايه؟ الله. وليه ندخل في الموضوع ده؟ وليه ندخل في يعني الموضوع نشكر ده؟ ربنا احنا الحمد لله عملنا ارقام لو كنا عايزين نعملها من المشاريع التقليديه. انا تقريبا لما جيت حسبتها كده لقيت رينج 14 انا عايز اعمل سنة. 5 بروموهات واحنا في شهر 5 وعندنا مؤتمر في شهر 5 والدنيا زي لا اقول لكم على حاجه، طبعا بهزر معاكم يا شباب، بس اقول لكم على حاجه جميله جدا بعيد عن الفلوس او الارقام اللي ممكن نكون عملناها. نكذب بقى الفلوس اللي احنا عملناها ونكذب وصدق. تجربتنا ونصدقك بقى. فاهم النقطه ازاي؟ ان انت حد انا فاهم في المجال بتاع الاونلاين وهكذا، احنا عشناه فوصلنا لادراك ليه اكبر. تاكد ان اي سؤال انت بتفكر فيه وانت اسمك لسه بره فكرنا فيه، ممكن واحنا كمان مبتدئين لسه في البيزنس بعد ما بدانا فكرنا طب احنا نعمل ايه، طب البيع كده، طب الشركه كده، طب نثق ازاي، طب التعامل ازاي. كان عندنا كل المشاكل اللي زي كده وصلت. فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا. عايز إيه؟ اخر حاجه اقول لكم عليها، زمان كنت لما بتفرج على لايف مثلا ولا بسمع كوتش بيتكلم عن النقطه دي كنت بقول ايه اللي يخليني اصدقه. وبعدين جيت كده في يوم قلت يعني ايه اللي يخليني مثلا ما يبقاش عندي الفضول ان انا اسمع وافهم وادرك. والنقطه هنا اللي عجبتني في الموضوع ان حد مشى الطريق قبلي، وده بصراحه اللي خلاني اطمن قوي في ان انا ابدا مع كوتش علي وعايز امشي وراه الطريق. لان زي ما هو قال طبعا بكل الاستفاضه مصلحته من مصلحتي. ففكره ان حد مشى الطريق قبلي يعني عارف المطبات عارف الغلطات فيجي يبدا ايه يعلمني منها، فالدنيا تبقى سهله معايا. ونشكر ربنا يعني كل جنيه انا مسكته في البيزنس كان بعد ربنا وبعد مجهودي كان بسبب كوتش علي، بسبب تخطيطه وتنفيذه وشغله معايا وسفرياته. يعني هو حد من اسكندريه كان عندنا في دمياط وبعد كده طلعنا المنصوره وبعد كده جينا القاهره وبعد واخد كام كده على رجع. الكلمتين دول عشان نتكلم بصراحه؟ واخد كتير. ففي استمتاع بالشغل، ودي من اجمل الحاجات اللي موجوده في البيزنس. ان انت هنا بتطور من نفسك بشكل غير طبيعي، بتدرس كل حاجه تقريبا دلوقتي سوق العمل محتاجها، من تسويق، من اداره، من قياده، من تعامل مع البشر. يعني فكره ان انت تكون حد عندك ريليشن شيب او حجم علاقات ده بقى موجود في سوق العمل. فانت هنا كل يوم عمال بتكتسب كم علاقات غير طبيعيه، الكبير والصغير والتخين والقصير والرفيع والتخين كله، وبتعرف جميع الفئات الاجتماعيه بقى. فبتقابل الغني والفقير والطالب وربة المنزل وكل الناس والتخين والرفيع وكل حاجه، وكوتش عمرو وكوتش علي وكل الناس يعني اللي موجوده. في حد بعت لي حاجه بيقول لي ممكن اكون متمكن امتى يا استاذ علي؟ بص اقول لك على شويه حاجات مبدئيه كده اساسيه هي اللي توصلك لموضوع التمكن، لان مفيش حد بيكون اعلى من حد في اي شيء. والله انا معايا حد اسمه علي طارق هنا من القاهره. الشخص ده كان في البدايه يمكن مفيش كلمتين بيعرف يتكلم، يعني ما بيعرفش يقول كلمتين، مش طبعه خالص، الموضوع مختلف بالنسبه له. ولكن اقول لك على حاجه، الموضوع النجاح كله هنا يا شباب مش في الجسم، يعني النجاح في التفكير. فالتفكير بيقول لك ايه؟ لما مثلا اعرف ازاي اتعامل مع كل البيئه المحيطه اللي حواليا، لان مش هتبدا في طريقه تسمع البيئه المحيطه اللي كده. ان شاء الله هطلع لكم لايف تاني هسميه اسمه اسالني وانا جاوب. كيان اسالني واجاوبك. حلو، اطلع لكم لايف تاني خاص بكده. ولكن اي حد وقتها في اللايفات هيشتم يعني هنعمل بلوك يا جماعه اعداء النجاح. حلو، فلازم تكون فاهم كويس المبدا ده. انت ما تعرفش تمشي ورا الصوت السلبي. الحمد لله بدات كيان، خططت لها، اشتغلت عليها بشكل قوي جدا، وابتدى
ابتدى وانا بقى يعني وانا بشتغل عليها ناس كتير طالعه انت بتعمل ايه الدنيا ايه، حسسوك ان انت منتحر من فوق. زي مثلا ممثل مش عايز اجيب اسمه، كل الناس حسسوه ان هو بيضيع وعمل حاجه في رمضان وعمل حاجه في العيد وكسر الدنيا، مع ان كل الناس ابتدت تصدق ان هو كانه وقع تماما، كانه انهار، بس الوحيد اللي ما صدقش هو. ما ينفعش اي حد بالكلام ده، لان هو لو كان صدق هو الوحيد اللي كان واقع. وصلت؟ فركزوا الكلام ده، لان نسمع ايه اعدائي يفتكروها. حلو. معانا شباب دلوقتي هيدوا كل واحد نصيحه بسرعه كده سريعه. معانا 3 4 دقائق في اللايف اللي جاي. ارجع للشخص اللي دعاك للايف زي كده، الشخص ده هيجاوبك على كل اسئلتك، وزي ما قلت لك هيدخلك على المتجر الالكتروني، يوريك المنتجات، يوريك كل قصص المنتجات. في كولكشن لسه هينزل، تكون في عالي وانا مش فاضي بعد فلوس. هيدخل معانا كذا حد يا صديقي ما تنسى تشتم انت عايز انغزها، الموضوع هيزيد. معانا ايه؟ معانا كوتش احمد علي. يا مساء الفل، اخباركم ايه يا شباب؟ عرفت بنفسي احمد علي، 31 سنه من دمياط. النهارده موجودين في القاهره، بنساعد الفئه التسويقيه بتاعتنا اللي في القاهره اللي هي ازاي تعمل فلوس زي ما احنا قدرنا نعمل فلوس. انا مش هطول يعني ولا هضيف اكتر من القصص اللي بيتكلموا فيه، بس كان في نقطه مهمه جدا عندي اول ما اتعرض عليا المجال ده من 2015 على فكره، ما بداتوش الا بعد 4 سنين. كان دايما عندي نظريه ان الشركات مش عارف والله، كان دايما عندي نظريه ان الناس دي بتعمل فلوس ازاي. انا كنت بشتغل نجار موبيلي على فكره، فكنت مفكر ان المجهود الكتير او ان انا ادي مجهود، فالمجهود هو اللي له علاقه بالرزق. النقطه دي كانت مختلفه، يعني كنت انا مختلف فيها، بدليل المهندس والعامل او البنا اللي بيطلع الطوب وكده، هو مين اللي بيكسب اكتر؟ اكيد المهندس. معنى كلامي، انا واحد من ضمن الناس كان نفسي افتح ولكن اعمل الشقه بتاعتي. الشقه دي متكلفه دلوقتي بنتكلم في 270,000 تمام. وانا شغال نجار يعني. في صوره خدتها انا وكوتش احمد، في صوره خدتها انا وكوتش احمد وقتها من الشقه. خدنا صوره خلاص قشطه اهو. خدنا صوره من الشقه ونزلناها وكانت موجوده على البيتش تحت، بس قديمه جدا. خدناها والشقه لسه كانت على الطوب وبتاع وجايبها وبتاع. نسجد بالصوره، نسجد بالشقه، نكدب الدنيا ونصدقها كده. النقطه ازاي؟ طيب عندنا ماشي. لا، معنى الكلام اللي انا عايز اقوله لك ان انا ما كنتش شغال نجار، كنت مثلا بعمل وليكن 700 جنيه ولا حاجه عشان اعمل الشقه دلوقتي اللي هي ب 270,000، وانا شاب عندي 31 سنه. يعني اقعد كام سنه اجمع الراتب بتاعي حتى اللي ب 700 جنيه؟ بنتكلم في 20 سنه وليكن. يعني الحمد لله الشقه النهارده انا بقالي في المجال ده 4 سنين، الشقه خلصت الحمد لله. هجيب العربيه السنه دي، ساعدت فريق تسويق كتير اللي هي توصل للنجاحات. وانا مش هطول عليكم، بس هي نقطه واحده ونصيحه لاي حد، هي استمراريه فقط، لان انا كنت من ضمن الناس اللي امكانياتها ضعيفه جدا، عمري ما كنت بعرف اشرح البيزنس ده، بس في حد او اسمه الكوتش هو المسؤول اللي وصلني لاعلى درجات الخبره والقياده في التسويق كمان، وساعدني في الفرق التسويقيه، بدليل ان القاده بتوعي هم اللي النهارده موجودين معايا وبنساعد الفرق التسويقيه اللي عندي اللي هي تعمل نتائج. معانا حد تاني يا جماعه؟ هاتوا كده تعالى ممدوح. معانا حد تاني هو من القاهره، اساس القاهره. عشان تعرفوا ان كل الفئات موجوده معانا في البيزنس. الراجل ده ما ينفعش طبعا اقول مهنته ايه وما ينفعش اقول شغل ايه، لان ده خطر، كلام هبد طبعا وكلام ملوش لازمه. حد يا جماعه هو موجود في الجيش، ضابط في الجيش عادي بيشتغل وموجود معانا كل الفئات المجتمعيه مش اي حاجه، بس الكلام بيني وبينكم، الفلوس مش بيني وبينكم. انا بعملها في كام على الفيديو مش مهم قد ايه بعدين البيدج الشخصيه، فالكلام ده بيني وبينكم. انا مش طالع كل ده، احنا بنتكلم كأني على بيدج علي همام وهي بيدج بتاعت الشركه اساسا التواسيب. حلو، فدي حاجه شخصيه. معانا يا جماعه كوتش ممدوح. حلو، يطلع حد يوم جاي يقول لك فاهم تم العثور على بتاع فطبق اليوم فاهم، يجيبوا يلحم ده جنب ده، يوم جاي جايب لك الحته الفلانيه دي، يحط لك مع الحته الفلانيه دي، يعمل لك حته فلانيه عشان يوهمك ان احنا ايه مخطوفين، احنا على الارض شوف مين فيك. اتفضل يا باشا. طبعا في البدايه مش هقول حاجه، يعني انا كان شرف ليا بصراحه، او كان تارجت عندي ان اطلع لايف مع كوتش علي. مبدئيا انا ممدوح احمد، 31 سنه، خريج بكالوريوس سياحه وفنادق. انا اصلا ما اشتغلتش في المجال بتاعي، اشتغلت في مجال في الجيش. انا في الجيش بقالي 13 سنه زي ما كوتش علي قال من 2010. فكان كل اللي في دماغي او تفكيري الوظيفه، الجيش. انا مش هعرف اعمل، انا مش هخلي، انا مش هسوي، انا مش هعرف اوصل. انا باخد اشتغل لحد الساعه 5 ولحد الساعه 6.